اهلا بيكم. تعال اقول لك لو عندك شقه وعايز تاجرها ازاي تضمن حقوقك مع المستاجر اللي هتاجر له شقتك. تاخد المستاجر وتطلعوا ببطايقكم وتكون ساريه على الشهر العقاري، وتعملوا محضر تصديق على عقد الايجار في الشهر العقاري. محضر التصديق ده بيبقى مزيل بالصيغه التنفيذيه، وتحط فيه العقد بتاعك كل البنود اللي بتقول انه في حاله عدم سداد الاجره لمده شهر واحد هيبقى من حقك تطرده دون اللجوء للمحكمه. في حاله ما يتصرف البيت بصوره مخالفه او مؤثره على البيت او على اساسه، او في حاله ايجاره للبيت من الباطن، او في حاله استخدامه البيت في اعمال منافيه للاداب، او كل الشروط اللي تضمن لك ان انت ما توجعش دماغك وانت مأجر شقتك تحطها في عقد الايجار بتاعك. محضر التصديق زي ما قلت لكم بيبقى مزيل بالصيغه التنفيذيه. في حاله اخلاله باي بند من بنود عقد الايجار اللي بينك وبينه بيحق لك انك تطرده فورا من غير اللجوء للمحكمه. وكده نبقى اطمنا واحنا مأجرين شقتنا. فولو لايك، واستنوني في معلومه قانونيه جديده.